السلام عليكم في قناة أنير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد البيتزا سائلة اللي كتكون بالخضار بطبيعة الحال صحية وغادي تعجب الاطفال ديالنا اكيد. كنتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر. من طبيعة الحال الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، التعليق ديالكم اللي كتحفزني، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم. ندوز دابا للطريقه والمقادير في نفس الوقت. في واحد الاناء غادي نوضع 3 ديال البيضات، غادي نضيف عليهم نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، 4 كاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون. غادي نخلط هذا الخليط مزيان كما كتلاحظوا. من بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نضيف واحد الجزره او خيزوه اللي تكون متوسطه ديال الحجم، يعني ما تكونش كبيره بزاف، اللي حكيتها، وواحد القرعه خضراء او كورجيت اللي حكيتها حتى هي كما كتلاحظوا. على هذا الحجم هذا عندي هنا الملح والابصار على حسب الذوق. وغادي نخلط هذا الخليط ديالي مزيان. بالنسبه للدقيق انا هنا غادي نضيف 5 المعالق ديال الدقيق. بالنسبه الى مازال خاصكم الدقيق زيدوه، الى مازال ناقص نقصوا الدقيق باش يجيكم الخليط بحال ديال الكيكه. من طبيعه الحال الدقيق راه مغربل، القوام ديالو كيجي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. صافي هنا كنضيف ليه واحد خميره حمراء، وكنضيف عليه واحد المعلقه ديال الخل. من بعد ما خلطتها كما كتلاحظوا غادي نجيب هاد الطاوه هذه اللي غادي نوضع فيها هاد الخليط اللي تقريبا الطول ديالها 40 سنتيم على 35 سنتيم. صافي وكنقاد فيها هاد الخليط ديالي. من طبيعه الحال دهنتها بشويه ديال الزيت ورشيتها بشويه ديال الدقيق باش سهل علينا نهزوها منها. من بعد ما قديتها كما كتلاحظوا انا هنا غادي ندير ليها الدجاج اللي شحرته مع شويه ديال الزيت مع شويه ديال الملح والابزار. غنوضع معاها الفلفله خضراء اللي قطعتها مربعات، الا كانت متوفره الفلفله الوان يمكن لينا نستعملوهم. غادي ندير معاها البصله اللي شحرتها كذلك بشويه ديال الزيت مع شويه ديال الملح والابزار. صافي كنضيف ليها الفرماج اللي حكيتو. هنا عندي فرماج احمر اللي عنده الموتزاريلا يمكن ليه يستعملها، وكنزينها بحبوب الشيا، يعني كنضيف عليها حبوب الشيا من الفوق، وهذا كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر. صافي كندخلها للفران اللي سخنته على درجه 180، كنشعل من التحت حتى تبان لينا طابط، عاد كنشعلو الفوق
باش تحمر لنا الواجهه ديالها. البيتزا ديالنا سائله من بعد ما خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للدراري اللي ما كياكلوش الخضر راه بتاتا ما كتبانش فيها خيزو ولا الكورجيت، راه ما كيبانوش يعني كاين غير المذاق ديالهم ولكن هما ما كيبانوش. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. انا غادي نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. الى عجبتكم هاد الفكره او هاد الوصفه هادي بارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، وعلاش لا تخليو لي تعليق، تخليو لي واحد لايك للفيديو. هذا راه كيساعدني ان الفيديو ديالي يقترحوا اليوتيوب. الدعم ديالكم والتعليق ديالكم واللايكات ديالكم كتعاونني باش الفيديو ديالي يطلع ويتشاهد عدد كبير للمشاهدين. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المتابعة. الى وصفة جديدة ان شاء الله.